البنات السلام عليكم، صافا لاباس عليكم؟ جبت لكم طريقه ديال اسهل طريقه باش تحيدوا الاسود من الشعر. ها هي البرودوي، هذه البودره وهذا الاكسجين اللي غديروه معاه، كتخلطوهم سكرينيو التصويره ديالو، كتخلطوهم كيعطيكم بحال هاد الكريمه هذه، وكدهنوا الشعر كله. اهم حاجه كدهنوا من التحت هو الاول وكتخليوه يجدور. ملي كدهنوه انا شوف كيف ما دهنته في شعري، انا اول مره غنجربه ونتمنى انها تخرج لي الطريقه مزيانه. انا غنمشي معكم مرحله مرحله حتى ندير الصباغه في الاخر. هيا هنا كنشوف اللون كيف ولا، شوفوا معايا مزيان. تحيد لي الكحل، وانا من شحال هذا وانا صابغه بالكحل. هنا غسلته مبقاش عندي الكحل، سنين وانا كنصبغ بالكحل، ودابا قلت نجرب نحيد الكحل ونشوف اشنو غادي يخرج ليا. هذه الصباغه خلطتها، غنديرها دابا. غسلت شعري من هذاك، انتو شوفوا معايا. ها الاكسجين، هاي الصباغه اللي درت هذه 7 باش ما يجينيش مبرقع في شعري، وغادي نجربها. انا دهنتها لشعري كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا البنات خليت شعري فازق، ما نشفتوش. ملي سحبت اللون ما نشفتوش، نشفتو غير بالفوطه بلا سيشوار، ودهنت ليه الصباغه. انتو كيف ما كتشوفوا اللون خرج زوين الصراحه. بان ليا شويه من التحت بحال بقى شويه مغموق، ولكن بالنسبه لاول مره فالنتيجه مزيانه. نتمنى الصباغه المره الجايه ملي نعاودها تكون تخرج ليا كيف اللون اللي بغيت. ولكن الصراحه المهم وحيد ليا الكحل، لانه كان عقدني الكحل، وكيطلع ليا الشيب من القدام، كيبان الشيب مع الكحل شوها. شوفوا خرج اللون زوين الصراحه، ماشي كيف ما بغيت ولكن خرج معايا، خرج زوين. انتو تشوفوا معايا النتيجه مزيان بصراحه. ما بقاش الكحل كيبان شويه مارو ناصح لتحت. الناس ما تنسوناش في اللايك وفي المتابعه في اشتراك. عاوني معايا نرجع القناه، لانه من شحال هذا ما خدمت عليها. التوفيق، شكرا.